صفحة 35 المقدمة. بدء نقدم اعتذاري إلى السادة الحضور لأن محاضرتي ليس لها زمان محدد، فقد تنتهي قبل الموعد المقرر وقد تطول لعدم قدرتي على حصر الكلام في مدة محددة. أنا شخصيا لا أستطيع التنبؤ بمقدار الوقت الذي سأستغرقه في الحديث عادة، ذلك لأن كل الكلام له أمد زماني يقتضيه، ولا يقدر على ضبط الحديث في مسافة معينة إلا الخطباء الماهرون والمحترفون. أما أنا الناشئ المبتدئ فيجدني أرخي عناني دائما لكلامي فيقودني حيث يذهب، وبالمقدار الذي يرتئيه هو لا أنا. أقول هذا لأعتذر سلفا عما إذا ستكون هناك إطالة في الكلام أكثر مما هو مقرر، ولكني أشير في الوقت ذاته إن البحث الذي سألقيه على مسامعكم هو بمثابة محاضرة ودرس، ولو لم يعتد هنا على إطلاق اسم المحاضرة والدرس على البحوث الموقعة في مثل هذه الليالي، وسيكون المخاطب الرئيسي في كلامهم طلبة الجامعة والأشخاص الذين هم في مستواهم الفكري ممن يحضرون هنا لاستماع درس ومحاضرة وليس وعظا أو خطابا. ومعلوم أن تحمل هذا النمط من الأشخاص يكون أكثر بطبيعة الحال مما سيهون الخطب. سوى ذلك فأنا مبدئيا لست خطيبا محترفا، كما أن الذي يحضر هنا لا ينبغي أن يكون محترفا للاستماع. المحترفون للاستماع والإصغاء هم أولئك المهتمون أكثر من أي شيء بأعمالهم وحياتهم اليومية ولا يهمهم أمر سوى ذلك، وهم عادة يخصصون ساعة من أوقاتهم للإصغاء إلى موعظة أو خطابة بضمير فارغ وبال مفتوح وبال مرتاح كي يحصلوا على الثواب والأجر لقاء ذلك. وربما أثرت الموعظة في أحدهم وشجعته على الإقدام على عمل خيري، ومن ثم ينصرف لمواصلة خط حياته الرتيب والدخول في معترك المعاش، حيث تدور في رأسه 1000 فكرة حول مشروع تجاري أو عمراني. وبالتالي إذا طالت المحاضرة أكثر مما هو مقرر يبدو كأنه جالس على جمر يريد أن ينهي الخطيب محاضرته لكي ينطلق هو للحاق بركب الحياة بعد أن يكون قد أرضى ضميره بالإصغاء إلى الموعظة وأقنع نفسه بأنه فعل ما كان ينبغي عليه وكفى. في حالة كهذه لا يهم المستمع أن يتطرق المحاضر إلى أمر جديد ويطرح عليه فكرة غير مسموعة، فالغرض الأصلي هو تحصيل الثواب، وهذا الغرض يتحقق بمجرد الجلوس والاستماع وتذكر الآخرة وإهداء ثواب المجلس إلى أرواح موتى الحاضرين. من هنا نجد أن بعض من يحترفون الإصغاء والاستماع ولهم باع طويل في المضمار يعمدون إلى استثمار وقت الخطبة في تلاوة القرآن مع أنفسهم والخطيب يتكلم، وفي نفس الوقت يذكرون الله عز وجل باستخدام المسبحة، وبهذه الطريقة يضربون 3 عصافير بحجر واحد، فيحصلون على ثواب مجلس العزاء وثواب تلاوة القرآن وثواب ذكر الله تعالى في وقت واحد. أما أنا فعندي جرح أأن من ألمه، وأريد مخاطبا لا مستمعا، أريد إنسانا يتألم هو الآخر ويبحث عن جواب فوري للسؤال الملح الذي مفاده ماذا يجب أن نفعل. بطبيعة الحال أن شخص كهذا يفكر ماذا سوف أقول وليس كم سأقول. البحث الذي ألقيته البارحة هو أحد الركائز الأساسية لبحث رئيسي أريد هذه الليلة أن أتطرق إليه، ولعل البحوث التي سوف أتطرق إليها في الليالي القادمة من هذا الشهر تشكل أيضا عناصر أساسية ترتبط بالبحث الذي أنا بصدد إلقائه الآن تحت عنوان التشيع العلوي والتشيع الصفوي. الخطيب اليوناني المعروف غاردموستينس كان شابا ضعيفا خجولا جدا، صوته غير جهوري وهيكله مذموم، وكان لا يجيد الكلام حتى على مستوى الأطفال. وكان اليونان في ذلك العهد قد انتشر فيها السوفسطائيون، وهم أشخاص ذو حذاقة عالية في الجدال والمناقشة، وكانوا قادرين ببيانهم الساحر على قلب الليل إلى النهار والنهار إلى الليل. وقد هيمن السوفسطائيون بقوة استدلالهم وسحر كلامهم على مقاليد الأمور في اليونان على كافة الأصعدة السياسية والفكرية والقضائية.
قلنا أن ديموستينز كان صبيا ضعيفا ويتيما حرم من إرث أبيه، وذلك بواسطة هؤلاء السفسطائيون الذين كلفوا من قبل خصوم ديموستينز بالمحاماة في القضية، واستطاعوا ببراعتهم في الجدال قلب الحقائق وغصب حق ديموستينز لصالح خصومه في القضية، مما سبب حرمانه من حقه في الإرث. وهذه المحرومية التي نشأت بسبب السفسطة خلقت في داخله عقدة نفسية جعلته يصمم على تعلم الخطابة لاسترجاع حقه، برغم ما كان يعانيه من ضعف في المظهر الخارجي واللسان. وقد عكف لأجل بلوغ هذا الهدف على برنامج مكثف للتمرين على الخطابة، إلى أن أصبح في النهاية خطيبا مفوها يضرب به المثل، وعد تاريخيا من أرباب الخطابة والبيان، حتى قيل إنه اشتغل 7 أعوام لأجل الإعداد لإحدى خطبه. إن التمرين الذي اتبعه ديموستينز يطابق شكلا ومحتوى طريقتنا نحن في التأهيل الخطيب. كان يذهب لوحده إلى المناطق الجبلية والصحراوية ويلقي خطبا رنانة على جموع افتراضية خفيرة، ويقال إنه حفر في وسط الجبل حفرة عميقة كأنها غار، وعلى نحو يتيح له فقط أن يقف عليه، ونصب على جدران هذا الغار الاصطناعي الضيق أنصالا وحرابا ومسامير من مختلف الأشكال والأحجام، ونظمها بحيث يتاح له الخطابة في مجال محدود مقيد لا يمكنه الخروج عنه خلال الخطابة، وإلا تعرض لوخزة مجبرا نفسه على الالتزام بقدر من حركات الرأس والأيدي يتناسب مع مقام الخطابة، فإن ذهب في حركاته إلى أبعد مما يقتضيه الحال لتمرين ذلك اليوم فإنه سينال جزائه على الفور، ويفهم أنه قد بالغ في الوصف والتأشير بيديه أو هز رأسه أكثر مما يتطلب الموقف. وبمرور الوقت ومع كثرة التمارين تولدت لديه ملكة خطابية معينة تطابق ما هو موجود لدى أكثر الخطباء المعروفين، ومن شأنها أن تجلب استحسان الكثيرين. إن أوضاعنا الحالية في حقل الخطابة والتدريس تشابه إلى حد بعيد الوضع الذي لجأ إليه ديموستينز في ذلك الغار الضيق المليء بالأشواك والصخور الحادة، إذ كلما تطرقنا إلى قضية حساسة نجد أن سهام النقد والتجريح تنهال علينا من كل جانب، وكلما تعمقنا في طرح موضوع معين أكثر من الحد المعتاد وخرجنا عن إطار الفئوية والتعصب والجمود، إذا بالحراب تتوجه إلينا محذرة إيانا من مغبة مواصلة الطريق حتى النهاية، ترة من اليمين وأخرى تأتي من الشمال، مما يضطرنا في الواقع إلى معالجة الموقف باستخدام تعبير جديد أو ترك الموضوع وطرح آخر مكانه. وبنتيجة ذلك فإننا ملزمون في هذا الغار الضيق أن نراعي كل الأمزجة والأذواق والتوجهات لكي لا نغضب أحد. هذا الأمر يبدو عسيرا في الغالب وربما يتعذر في بعض الأوقات، ومما يبعث على الأسف كثيرا أننا نتأقلم بعد حين على هذا المنوال ونعتاد مثل ديموستينز على التحدث بصورة ترضي الجميع، صورة متعلقة ترضي الجميع على اختلاف توجهاتهم وأنماطهم في الفكر والسلوك، وبدلا من أن نسخطهم نحرص على كسب ودهم وتعاطفهم معنا وربما مكافأتهم لنا بالخير، حينها نكون قد أصبحنا خطباء بارعين مفوهين، ولكن أي خطباء. ذات يوم نصحني أحد أصدقائي طالبا مني أن أتنبه إلى فحوى ما أقول وألتزم عدم إثارة استياء أحد، وقد ضرب لي مثالا شخص آخر مارس مهنة الخطابة لمدة 30 عام دون أن ينتقد أحد طوال هذه الفترة، بينما ما إن أتكلم أنا إذا بسهام النقد والاعتراض تستهدفني من كل حدب وصوب، وربما جاءتني من مواقع متضادة وتقف فيما بينها على طرفي النقيض. قلت لصاحبي إن غاية ما أخشاه أن يكون مصيري هو مثل ذلك الشخص وأبتلي بمصيبة الخطابة في غار ديموستينز، والتي من شأنها تحويلي إلى خطيب مثل صاحبك له القدرة على الخطابة 30 عام دون أن يثير حفيظة شخص أو جهة أو مركز قرار. إذا كانت ثمة من يتكلم 30 سنة دون أن يوجه إليه نقد من أحد، فالسبب في الحقيقة
يرجع إلى أن هذا الإنسان تكلم 30 سنة دون أن يوصل إلى سامعيه إلى أي نتيجة. والواقع أن أحد الفوارق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي تكمن في هذا المجال، وهو فرق رئيسي بلا شك. لقد كان هذا الصديق الناصح من زمرة أولئك الذين يسدون نقصهم ويعالجون عقدة الشعور بالذنب في أنفسهم من خلال توجيه النصائح إلى الآخرين. أولئك الناصحون المحترفون الذين يغرقون المقابل بسيل من النصائح العقلانية المنطلقة من الشعور بالحرص وتقدير المصلحة وطلب العافية والسلامة والتفكير بما هو أبعد. هؤلاء الناصحون الذين هم في الواقع أحوج من غيرهم إلى النصيحة يدعونك إلى الحديث بطريقة لا تضمن لك سكوت الآخرين فحسب، بل ربما أثارت إعجابهم واستحسانهم وأسفرت عن تحصيل مقام اجتماعي بارز للمتكلم في أوساط المجتمع وبين أصحاب الجاه والنفوذ. عليك وبين قوسين الكلام لصاحبي، عليك أن تتكلم وتخطب على النحو الذي يرضي المدعي والمدعى عليه، لكي لا يغضب أحدهما عليك بل ربما وصل خيره إليك. كيف تكون خبيرا في علم الاجتماع في حال ليس لديك أي خبرة ومعرفة بالمجتمع الذي تعيش بين ظهرانيه؟ وبدلا من أن ترضي جميع الجهات والأطراف عنك تؤلبهم جميعا عليك. هل من الإنصاف أن يمضي الإنسان عمره في خدمة المذهب ولا يسمع من أبناء مذهبه سوى النقد والتهمة والبهتان والتجريح والمعاندة؟ إلى متى؟ بأي لغة أتحدث إليك لكي تفهمني؟ والكلام ما يزال مقتبس من صاحبي. بأي لغة أتحدث إليك لكي تفهمني؟ إذا كنت خبيرا في شؤون الناس والمجتمع فلماذا لا تتحدث وتتصرف بطريقة ترضي الجميع؟ وأعني بالجميع أولئك الذين يعتبرون قدوة لدى العوام. دعهم يرضوا عنك، تجاور معهم، تجنب توجيه النقد إليهم، فإذا رضي عنك هؤلاء ضمنت رضا العوام وأمنت غضبهم. لا تجري على لسانك كل ما يخطر في بالك، لا تصرح بكل العوامل التي تقف وراء تعاسة المجتمع والدين. ينبغي عليك أن تراعي مصالح أصحاب النفوذ وحدود صلاحياتهم. هذه الأمور ليست صعبة عليك، كل ما تحتاجه هو قليل من النضج والنباهة. هؤلاء هم الذين أثاروا كل هذا الضجيج ضدك وإسلاما وإماما، وزعوا المنشورات ولفقوا التهم ضدك وحرفوا أقوالك أو نقلوها مبتورة ليؤلبوا ضدك العوام. وقد رأيت أنهم مستعدون لفعل أي شيء يحقق لهم أهدافهم ومآربهم بمجرد أن يشعروا بالخطر على مصالحهم، وإنك تزاحمهم في مناطق نفوذهم. إن ابتسامة واحدة منك بوجه هؤلاء كفيلة بتغيير مواقفهم منك 180 درجة. جرب ذلك مرة واحدة وسوف ترى صحة رأيي. حاول في إحدى محاضراتك أن تعرج بمناسبة أو غيرها على واحد منهم فتذكره بخير، وقل مثلا أن فلانا من أولياء الله وعباده الصالحين، وعبر عن فلان بأنه حجة الإسلام والمسلمين. سرعان ما تجني ثمارا مضاعفة. سيدي، إن عالم الاجتماع جدير بأن يدرك مقتضيات وخصائص المجتمع الذي يعيش فيه، ما لا يحب مما يتحسس. وعليك أن تأخذ بنظر الاعتبار دائما أن المراد بالمجتمع ليسوا هم العوام الناس، بل أولئك الذين لهم القدرة على التلاعب بعواطف الناس وأفكارهم، لأن رأي أولئك يمثل في المحصل رأي المجتمع برمته. وعليك بضمان ود ورضا هؤلاء دون غيرهم لكي تحصل على رضا المجتمع بأكمله. إن لهؤلاء أثر واضح في تحديد حيثية الإنسان ودرجة وجاهته الاجتماعية. دع عنك تتبع أثرات الناس، فلان جيد وفلان سيء، ما لك وهذا الكلام؟ أنا وأنت لسنا مسؤولين عن الناس، الله يحكم بين عباده. وعليك كخبير بالاجتماع أن تدرك أين تكمن المصلحة وما هي العناصر المؤثرة في تسيير أمور المجتمع. وعليك أن تراعي كل تلك العناصر وتتجنب إثارة حفيظتها ضدك، بل احرص قدر الإمكان على كسب ودها ورضاها والتقرب إليها بشتى الطرق والأساليب.
ذلك لكي يترسخ موقعك الاجتماعي ويكون لديك أكثر من نقطة قوة وارتكاز وحظوة لدى مختلف شرائح المجتمع وأوساطه وطبقاته من التجار والوجهاء ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبعبارة واحدة تضمن رضا وتأييد العوام والخواص والراعي والرعية. وهكذا يكون بمقدورك أن تصل إلى أهدافك لا بالاعتماد على بضعة طلاب جامعيين ومجموعة من الشباب الطائش. وإذا أردت أن أتحدث إليك بلغة الدين لا بلغة علم الاجتماع، فسوف أكتفي بالقول إن الأئمة ماذا كانوا يعملون وما هي سيرتهم في هذه المجال. ذات يوم عيد جلس الخليفة ليستقبل المهنئين من رجال البلاد والأعوان وكبار المسؤولين، فما كان من الإمام إلا أن يحضر إلى جانب هؤلاء لتهنئة الخليفة الغاصب ويقف في صف المهنئين، حتى إذا وصلت النوبة إليه فإذا به يهوي ببدنه على الخليفة ويلصق بطنه ببطنه. تعجب الخليفة من فعل الإمام فسأله عن السر فيما أقدم عليه، فأجاب الإمام بأنه سمع من النبي بأن الرحم إذا مست الرحم قرت وسكنت، وأنه أراد بذلك أن يمس جسد ابن عمه مخافة أن يكون قد غضب عليه. عليك أن تطلع على الأحاديث والروايات الصادرة عن أهل البيت، أنت تفعل ذلك، ولكن عليك أن تعيش في جو هذه الروايات لكي تدرك معارف أهل البيت وتستشعر روح الإمامة والولاية والتشيع. أليس يوجد عندنا في روايات التاريخية موارد كثيرة صريحة في أن الأئمة كانوا يصدرون فتاوى على خلاف الواقع عملا بالتقية؟ بلى يا صديقي، إن هذه هي طريقة أهل البيت في مقابل الخليفة الجائر الغاصب لحقهم. لماذا؟ السبب واضح، لأن كل شيء كان بيد الخليفة، ولذلك فإني لا أريد أن يدخل معك الآن في بحث لإثبات أنك على حق أو لست كذلك، إنما أقول إن على الخبير بأمر مجتمعه وهو في الوقت ذاته شيعي يؤمن بمنهج أهل البيت أن يدرس الظروف المحيطة به ليعرف أي حديث يناسب وضعه أو يناسب وضع المجتمع ويؤثر في شرائحه وطبقاته أكثر، وإن يكون الصلاح في القول والعمل وما هي الأمزجة والأذواق الحاكمة على المناخ الاجتماعي العام. وعليه في ضوء ذلك أن يكون حاذقا في انتقاء المواضيع التي يلقيها في البحث، بل عليه فوق ذلك أن يدقق في شكل العبارات التي يستخدمها في التعبير عما يريد، وهكذا يكون بوسعه أن يؤثر في شتى الأجنحة والاتجاهات بأسلوب عاقل ومتزن، ويحفظ نفسه من شرور الأفراد المتنفذين صالحين كانوا أم طالحين. المهم أنهم ذو سلطة ونفوذ، وثمة من يتبعهم وينعق وراءهم بهذه الطريقة يستطيع أن يحفظ شأنه وحيثيته وموقعه الاجتماعي، وفي نفس الوقت يمارس واجبه الديني والتربوي بلا مشاكل وعراقيل، حيث يصبح الجميع معه يؤيدونه ويدعمونه في مواقفه، ولن تأتيه الضربات من القاصي والداني والبعيد والقريب، ومن الكافر والمؤمن والسني والشيعي على حد السواء، ولن يبقى بمفرده معزولا عن الطبقة الاجتماعية الموقرة وليس له من الأصحاب إلا بضعة شباب. فقلت لصاحبي: يا شيخي الناصح الحكيم، أيها الخبير الاجتماعي والشيعي العارف بشؤون الأئمة، إني لا أتحرق ألما على نفسي بل على علي عليه السلام، لأنه لم يبقى إلى زماننا هذا ليستفيد من نصائحك، فعلي لم يكن مثلك خبيرا في الاجتماع، ولا كان يعيش بقدرك في مناخ روايات أهل البيت، ولذلك كان يصدح بكل ما يدور في خلده من قضايا وهموم، وقد عانى ما عاناه بسبب عدم إدراكه لضرورة تجنب التصريح بمثل هذه الأمور. كان ينتقد ويعترض ويواجه كبار صحابة النبي وأصحاب الشأن والقداسة بين المسلمين وأصحاب التاريخ الجهادي الطويل وحفظة القرآن وجهابذة العقل واللسان، وبالتالي خرجوا عليه وتركوه وحيدا أمام العدو المشترك، بل حتى شاركوا في طعنه من الخلف. وقف أمام جهاز بني أمية المدجج بالمال والجاه والسلاح، وإذا بأعز إخوانه وأقرب المقربين إليه
ممن عايشوه طوال عقدين من الزمن ونيف، ينفصلون عن معسكره ويلتحقون بمعسكر الأعداء. ألم يكن علي ينظر بعين المصلحة للأمور حتى أن أخاه الأكبر لم يتحمل تصرفاته بعد أن كواه بحديدة حارة فتركه والتحق بمعاوية؟ هيهات، لو كان علي موجودا ليستمع إلى هذه النصائح والإرشادات التي تكشف عن دراسة وخبرة عاليتين في المجال العلمي والاجتماعي، بالتأكيد كان سينجح وينتصر لو عمل بها، ولأصبح من أبرز الخلفاء والخطباء والشخصيات المحترمة في تاريخ الإسلام، ولما بقي في المجتمع لوحده بعد 23 عاما قضاءها في الجهاد وخدمة الدين والمسلمين، ولما تعرض لطعون الأصدقاء والأعداء والعوام والخواص، الصالح والطالح، المؤمن والمشرك، والقريب والبعيد، ولما اتفق المجاهد والمنافق والموحد والمشرك على طمس حقيقته وغصب حقه وتشويه تاريخه. لو كان علي خبيرا مثلك يا صاحبي في شؤون المجتمع وعارفا بأمور المسلمين في صدر الإسلام، لما ظل وحيدا فريدا ليس معه سوى 4 أنفار لا قيمة لهم ولا شأن ولا اعتبار، أبو ذر الأعرابي وسلمان الغريب وبلال المملوك وميثم التمار. إن الشيعي العلوي هو الذي يسير على خطى ونهج علي، وعلي قدر قابلياته واستعداده، ولا يمكن أن نتوخى لشيعي كهذا أن يكون له مصير أفضل من مصير علي في مجتمع أسوأ من المجتمع الذي عاش فيه علي. وإذا كنا نسمع ونرى بأن فلان الخطيب المتفوه مورد رضا لدى الجميع ولا يسخط عليه أحد، بل تقبله جميع الشرائح والأصناف حتى لو كانت على طرفي النقيض، وهو قادر على مراعاة مختلف الطبائع والمذاقات دون أن يثير حفيظة أحد أو يؤلب على نفسه أحد من التجار أو الشخصيات الكبار من وجهاء قريش أو جبابرة بني أمية أو جهلة النهروان أو أصحاب القداسة وسيماء الصلاح. إذا ما حصل هذا فاعلموا يا أحبتي علم يقين بأن هذا الشخص شيعي، ولكن ليس شيعيا علويا، بل إنما هو شيعي على خطى شاه عباس، أي شيعي صفوي. إنه يتبع الشاه عباس بدلا من اتباعه لعلي، وشاه عباس هو أحد السلاطين الصفويين. إنه نهج السقيفة الذي يقتضي مراعاة الجميع وحفظ ود الجميع وعدم إثارة الجميع والعمل على ضوء المصالح للمبادئ. وأساسا إن الفارق الجوهري بين خط علي وخط أبي بكر يتمثل في هذه النقطة: مراعاة المصالح أم المبادئ. في منهج أبي بكر لابد من إعطاء الشيء لعبد الرحمن بن عوف لكبح جماح شغفه العارم بالأموال، وهو بلا شك شخصية ذات نفوذ ومن قبيل فيها رجال أصحاب وزن وتاريخ من أمثال سعد بن أبي وقاص، لذا يجب العمل على إرضائه لكي لا يتسبب في إيقاع بلبلة ومشاكل. أما بنو أمية فصحيح أنهم يكونون عداء تاريخيا للإسلام، وكل المصائب التي جرت على الدين كان لهم فيها اليد الطولى، ولكنهم أيضا أصحاب قدرة ونفوذ ولا يمكن تجاهلهم، والأنسب أن تمنح لهم حكومة الشام من أجل إسكاتهم ولو مؤقتا. أما خالد القائد الذي قتل مالك بن نويرة وضاجع زوجته الفاتنة في نفس الليلة، فلا بد أيضا من كسبه أو تحييده على الأقل، وهو قائد عسكري مرموق ومقاتل بطل، ولا ضرورة لإقامة الحد عليه، بل في ذلك خطورة، والفرق كبير بين أن يكون خالد معنا أو ضدنا. بلى، من المؤكد في حالة كهذه أن تجتمع الآراء لمصلحة رجل يقدر المصلحة ويعرف طبيعة المجتمع. أما علي الذي لا يكترث بكل هذه الأمور ولا يعير لها وزنا، فمن دون شك سيبقى وحيدا. صفحة 45. مذهب الخاكشيرية. أظنكم سمعتم بقصة عامل حمام كانت وظيفته التدليك في قديم الزمان، ومذ كان في الحمام 40 عمودا ونافذة، كان المدلكون يتسمون في الغالب بخبرة عالية في جميع مجالات الحرف والفنون. وسبب ذلك أن الشخص الذي كان يرتاد الحمام ويجلس بين يدي المدلك لساعات
كان يمضي ذلك الوقت في التحدث بشؤون صنعته وهمومها لكي لا يشعر بطول الوقت، والعامل ينصت للجميع. وذات يوم بينما كان المدلك مشغولا بحك بدن أحد الزبائن، شكى الزبون المدلك معاناة من ألم شديد في الظهر حرمه على النوم ولم ينفع معه أي دواء. قال له عامل الحمام: بالمناسبة لدي علاج بسيط لألم ظهرك، خذ قليلا من الخاكشير ونقعه بالماء ليلة كاملة وتناوله في الصباح الباكر. الخاكشير يسمى بالخوبة أيضا، وهو نبات شبيه بالسمسم ينفع شاربه في إزالة الحمى وغيرها. فشكر الزبون العامل على هذه الوصفة السريعة، وبعد قليل عاود الزبون الشكوى قائلا: لا أدري إن كانت هذه من علامات الهرم والشيخوخة أم لا، فإن بصري ضعيف. ويقول الطبيب: إن علي أن أرتدي نظارة، وأنا لا أطيق النظارات ولا أدري ماذا أفعل، وخصوصا أني أحب تلاوة القرآن. فقاطعه المدلك بالقول: لدي علاج مجرب لهذه المشكلة، خذ قليلا من الخاكشير ونقعه في الماء حتى الصباح، ثم اشربه قبل تناول الفطور. إذا عملت هذا 3 ليال ستشفى إن شاء الله. ولا يمر وقت طويل إذا بالزبون يجدد شكوى بعد أخرى، والعامل يصف له ذات العلاج. فما كان من الزبون بعدين سئم من طريقة العامل إلا أن يغير مجرى الحديث، فقال: لقد تبدل نمط الحياة هذه الأيام، فلقد كنت أعيش حياة مرفهة بأقل من هذه الأجور التي أتقاضاها اليوم، والآن ازدادت الرواتب والأجور، ومع ذلك فقد أصبحت أربط لحية بأخرى لأجل تمشية أمور المعاش دون جدوى، وتراني أتهرب ممن لهم علي الديون ولا أكاد أخرج من داري. قاطعه المدلك كعادته قائلا: خذ قليلا من الخاكشير ونقعه في الليل، وإلى آخره. هنا انتفض الزبون بوجه العامل صائحا: ما هذا الدواء الذي يصلح لعلاج ألم الظهر وضعف البصر وتسديد الديون؟ فأجابه المدلك: مهلا عليك سيدي، فقد مضت علي 30 سنة وأنا أنقع الخاكشير ليلا وأتناوله وجه الصباح دون أن أرى أي مكروه. نعم، هو ذا مذهب التشيع الخاكشيري ومذهب أصالة الخاكشير. إن عنوان التشيع الصفوي والعلوي يفصح بذاته عن الفرضية القائلة بوجود نمطين من التشيع، ولهذين النمطين نمطان من التوابع والأنصار. وأنا الآن بصدد بيان المبادئ العامة لكلا المذهبين والمدرستين، مدرسة التشيع العلوي ومدرسة التشيع الصفوي، وذلك ضمن مواصلتي لسلسلة دروس تاريخ الأديان. ولكن دعوني أولا أتعرض لمبدأ من مبادئ علوم الاجتماع سيكون له دور في توضيح المواضع اللاحقة. صفحة 47: الحركة والنظام. ثم مبدأ يتم التعاطي معه كثيرا على صعيد علم الاجتماع، وهو مبدأ تحول الحركة إلى نظام movement to institution. وحاصله أنه تظهر أحيانا في المجتمع حركة تحمل أفكار وعقائد وتطلعات، وعادة ما يكون وراء هذه الحركة عناصر شابة تنشط في التحرك وتميل إلى التغيير والتجديد. الحركة أو النهضة هي في الواقع عبارة عن مناخ اجتماعي متطلع إلى التغيير، وأتباعها يوظفون كل حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم وشعاراتهم لخدمة الهدف الذي يصبون إلى تحقيقه، ويجعلون كل شيء بمنزلة الوسيلة لتحقيق ذلك الهدف الذي قامت النهضة من أجل الوصول إليه. ولكن هذه النهضة بمجرد وصولها إلى حد معين واصطدامها بعراقيل وموانع ذاتية أو خارجية تبدأ بالتوقف والجمود، وتبدأ تنسلخ عن طابعها الحركي التغييري، وها هنا تبدأ الأزمة. إذن من خصائص النهضة أن تبدأ وهي تحمل توجه حركي يوظف كل شيء لتحقيق الهدف المنشود، هذا أولا. وثانيا أنها سوف تصطدم لا محالة بموانع وعراقيل ذاتية، وسوف تنسلخ عن طابعها التجديدي لتعود جامدة حالها حال الوضع الذي ثارت عليه وقامت من أجل تغييره. كل مذهب أو مدرسة اجتماعية أو دينية أو طبقية أو قومية تظهر إلى
عرضة الوجود على أساس تلبية متطلبات زمانية أو طبقية أو قومية معينة، وتدفع أتباعها ومريديها نحو العمل من أجل تحقيق هذه الآمال والتطلعات، وتجسيد الشعارات التي يحملها المذهب الحركي أو المدرسة التغييرية، وتواصل هذه الحركة سيرها باندفاع ورغبة جامحة في كسر القيود وتحطيم الحواجز التي تعترض طريقها، وعادة ما تكتسب طابعا نقديا عنيفا وتحتج على كل شيء وتقترح بديلا عن كل حالة راهنة ووضع موجود. فإذا تحقق لها ما تريد وحصل التحول الاجتماعي الذي كانت ترنو إليه ووصلت إلى أهدافها كلا أو بعضا، أو أنها لم تصل إلى الهدف ولكن وصلت إلى أوج قدرتها وبلغت نقطة الماكسيمم الذروة في الخط البياني لنشوئها ونموها، وقتئذ تنطفئ جذوة التغيير في نفوس أصحابها، فلقد وضعت الحرب أوزارها ولم يعد ثمة ما يقف في طريق الثائرين فعلامة التوتر والانفعال. آنذاك تبدأ الحركة الثورية بالضمور تدريجيا إلى أن تتلاشى نهائيا، وتتحول الحركة إلى نظام ذي طابع محافظ. فلقد انتقل أتباع الحركة من خندق المعارضة إلى فندق السلطة، وبطبيعة الحال ستنظر إليهم نزعة في الحفاظ على موقعه السياسي والاجتماعي ضد الأخطار التي تحيق به. من الآن فصاعدا سوف ينظرون إلى أي حركة تجديدية على أنها مظهر من مظاهر المؤامرة التي تستهدف تقويض أركان النظام، وسيحكم على أتباع الحركة الجديدة بالتمرد والغوغائية وتلصق بهم تهمة الخيانة العظمى تمهيد لإنزال أقصى العقوبات بهم. إذا قرأنا التاريخ من زاوية اجتماعية يمكن أن نعثر على شواهد كثيرة تؤيد مبدأ تحول الحركة إلى نظام ثابت وكيان اجتماعي جامد يخيم على المجتمع ويهيمن عليه كقوة منظمة تبدو في أوج قدرتها ونشاطها وحيويتها، ولكنها في الواقع قد بلغت نقطة التوقف والركود. تاريخيا يمكن أن نعثر على أمثلة كثيرة تؤيد هذا التصور. على سبيل المثال الديانة الزرادشتية التي كانت في العصر الأشجاني في خندق المعارضة. الأشجانيون طبقة من ملوك العجم كانت تحكم إيران قبل الإسلام، ولغتهم البهلوية وديانتهم الزرادشتية. فالديانة الزرادشتية التي كانت في العصر الأشجاني في خندق المعارضة وكانت تمثل جبهة الثورة والتغيير ضد النظام السائد، ولكنها ما لبثت أن تقمصت دور السلطة الحاكمة بعدما هيمنت على مقاليد الأمور في العصر الساساني، وتحولت من جبهة المعارضة إلى جبهة الدولة، ووصلت إلى أوج عظمتها السياسية وازدهر موقعها الاجتماعي والديني، وشيدت لها المعابد الفخمة وبات لها مطلق الحرية في أداء مناسكها العبادية في إيران، وأضرمت نيرانها المقدسة في كل حدب وصوب. هناك دبت جمود في شريان حياة زرتشت، وغدا هذا المذهب الذي بدأ قوة إيمانية متحركة كيانا جامدا محافظا على الوضع الراهن وغير منسجم مع أي توجه اجتماعي جديد، وغير قادر على التأقلم مع حاجات الجيل الجديد الذي ظهر من صميم الحركة الأولى، وهو يحمل بذور الحركة والتجديد. هكذا يعجز النظام الحالي عن تلبية تطلعات النشء الجديد، بل سيقف سدا منيعا بوجه تلك التطلعات، ويفقد تدريجيا سيطرته على القلوب مكتفيا بسيطرته على مقاليد السلطة ومراكز القرار، ومن ثم تلوح في الأفق بوادر نهضة جديدة وانقلاب ثاني. بهذا التحليل يمكن تفكيك لغز التناقض المشهود تاريخيا بخصوص العهد الساساني، حيث كان الزرادشتية في أوج عظمتهم وثباتهم خاصة في عهد أنوشيروان، ومع ذلك ظهر في ذلك الوقت ماني ومزدك وتوسعوا في النفوذ على حساب الزرادشتية بشكل مذهل. فلقد سرت دعوتهم بين أوساط الناس خصوصا الشرائح الشابة، بحيث بوسعنا القول أن ماني قد استقطب ما نسميهم اليوم بالعناصر المستنيرة والمثقفين والنخبة، بينما التف عموم الناس حول مزدك بشكل لا نظير له. ماني هو اسم رسام ظهر في زمان أرديش، وبعضهم يقول بل في زمان الملك بهرام،
ظهر بعد عيسى عليه السلام، وقد قتله بهرام بن هرمز. اسم كتابه أرزنك، وعقائده مزيج من عقائد الزردشتيين واليهود والمسيحيين. يقال أن أمه من نسل الملوك الأشجانيين وأباه من رجالات همدان. هاجر إلى بابل وولد ماني في تلك البلاد عام 216 ميلادية. ادعى النبوة بعد أن اطلع على الأديان الموجودة، وسمى نفسه فار قليط الذي أخبر عنه المسيح. ومن أقوال ماني يبشر الأنبياء بأوامر الإله أحيانا من الهند بواسطة زردشت. والآن أرسلني الله لنشر الدين الحق في بابل، وأرسلني الله نبيا من بابل حتى تصل دعوتي العالم أجمع. مزدك، فقد ظهر هذا الشخص في الطرف الشرقي من نهر دجلة في بلدة اسمها مادرايا، وذلك في زمان الملك قبهاث والد الملك نوشران الذي بدأ حكمه سنة 488 ميلادية، وقد كان دينه إصلاحا لدين ماني. فإن هذا التناقض، الانكسار في أوج الانتصار، يعكس حقيقة واقعية مفادها أن المذهب الزردشتي قد توقف عن الحركة وهو في أوج عظمته، والسر في ذلك أن حركته قد تبدلت إلى نظام فتوقفت عن الحركة، وكنتيجة طبيعية لذلك ظهرت حركات دينية واجتماعية مناوئة للديانة الزردشتية وتطالب بتغييرها. فالمسألة واضحة جدا. ففي إبان العهد الأشجاني كانت الديانة الزردشتية ديانة ضعيفة محدودة التداول، ولهذا لم يقف بوجهها الأنبياء ولا المتنبئون، ولم تشن عليه الحملات من قبل المدارس الدينية والفكرية والعقائدية السائدة آنذاك، مما أدى بالتالي إلى أن تتغلغل الديانة الزردشتية في أوساط الناس بهدوء ومن غير جلبة أو ضوضاء. أما في إبان العهد الساساني، وبعد أن تحول دين زردشت إلى دين رسمي للدولة وتسلق إلى مراكز القرار، وأصبحت العائلة المالكة تمارس بنفسها دور رجال الدين، وأمسى أولاد ساسان هم كهنة معبد أستخر، والذي هو اسم حصن فارسي. فأمسى أولاد ساسان هم كهنة معبد أستخر الكبير، وصارت نهضتهم نهضة دينية ورسالتهم إحياء الديانة الزردشتية، وهيمن الكهنة على أعلى مراكز القرار، بحيث أصبح قرار السلطان بأيديهم ولا يمر إلا عبرهم، وأصبحوا مظهر قدرة سياسية واقتصادية ودينية، وفي نفس الوقت تسندهم قوة الحكومة وتضع تحت تصرفهم شتى الوسائل والأساليب الكفيلة بفرض إرادتهم على الجميع. وهيمنوا على القسم الأكبر من الممتلكات والأراضي الزراعية، وتألقت في عهدهم معابد النار، وشبت ألسنة نيرانها إلى عباب السماء، وتشكلت في وقتهم أكبر إمبراطورية تقوم على أساس الدين. وقام كبير الكهنة الزردشتيين بتتويج ملك الملوك الساسانيين بتخويل من الإله أهورا مزدا، ليتسنى له فرض سيطرته على أكثر من نصف العالم المتمدن آنذاك، وليصبح الدين الزردشتي ولأول مرة دين رسمي للبلاد. في تلك اللحظة بدأ العد التنازلي لعملية الانهيار، فلقد فقد الدين جاذبيته في نفوس الناس، وبدأ يتآكل من الأعماق، وفي الظاهر كان هيكلا عظيما يزداد انتفاخا يوما بعد يوم، لكنه خاوي من الداخل وخال من أي محتوى ومضمون فكري أو روحي، وفقد الحيوية والنشاط والقدرة على مواصلة التحرك. وذلك إن هذا الدين الذي بدأ مظهرا من مظاهر الإيمان ودعوة للهداية تضرم نار الحب في نفوس الناس وتحثهم على الحركة والعمل، وتنفذ في أعماق قلوبهم وتحاكي ضمائرهم، قد تحول الآن إلى كيان قوة ونظام حكم، ومجموعة من الطقوس والمراسيم والممارسات التقليدية تؤدى بأسلوب رتيب ومحتجر بلا جدوى ولا طائل من ورائه. وهكذا نرى أن الدين الزردشتي تحول من مذهب روحي إلى تمثال من الحديد، وتحول إلى بناء فخم لكنه خاون ومتآكل من الأعماق. تكفي لسقوطه أن تصرخ به حركتان ناشئتان قادهما ماني ومزدك، ومن بعدهما جاءت الصفعة من يد عربي قادم من بطون البادية، وكانت كافية لتحقيق الانهيار التام لذلك القصر المنخور، ولتجد الدعوة الإسلامية فرصة ذهبية لاستثمار الفراغ الفكري والاجتماعي في أمة زردشت. والمدهش أننا لدينا استغراق
تاريخ إيران لا نجد سوى نهضتين دينيتين تبلورتا في رحم المجتمع الإيراني، وكلاهما تمردتا على الديانة الزرادشتية عندما كانت في أوج ازدهارها واقتدارها. والمثير للدهشة أكثر أن الديانة الزرادشتية انهارت وهي في أوج عظمتها وجبروتها، وخضعت للإسلام في حال كانت تمتلك أقوى العساكر والجيوش، وتعتبر واحدة من أكبر القوى العظمى في العالم آنذاك. الأعجب من ذلك كله أن الإسلام كان في ذلك الحين في أضعف حالاته، وكان هو الأقل عددا وعدة وثروة واقتدارا. هذا هو الفرق الأساس بين الإيمان المتحرك الموفمنت والإيمان المتحجر institution. ولو كان لدينا مجال كافي لكنت أثبت لكم أن الإسلام لو لم يكن قد هاجم الديانة الزرادشتية في القرن السابع، ولو كان أنوشيروان نجح في قمع نهضة مزدك من خلال حملات الإبادة الجماعية التي كان يرتكبها بحقهم، فقد قتل 20,000 نسمة منهم في يوم واحد. ولو استطاع الزرادشة كهنة وإقطاعيين إيقاف الزحف البوذي القادم من جهة الشمال الشرقي والمتمكن من التغلغل بسرعة إلى أعماق خراسان وأفغانستان ليصل إلى بلخ إحدى المراكز الدينية والثقافية القديمة للديانة الزرادشتية، ويقيم معبد بوذي على أنقاض معبد نوبهار للشهرة البالغة على ألسنة شعراء إيران وأدبائها. ولو تمكنت المؤسسة الدينية الزرادشتية من اجتثاث جذور الوجود المعنوي في إيران، والذي كان له نفوذ عميق على الصعيد الفكري والثقافي، ووصلت آثاره إلى تخوم الصين، ولم يتوقف عن التوسع حتى بعد ظهور الإسلام بعدة قرون. أقول لو حصل ذلك ولو من باب فرض المحال، واستطاعت الزرادشتية الوقوف بوجه هذه الأخطار جميعا، مع ذلك فإن مصيرها سيكون للزوال والاندثار، هذه المرة عن طريق المسيحية التي كانت مرشحة في ذلك الحين للانتشار في إيران، خاصة المناطق الغربية والشمالية الغربية، والسريان فيها سريان النار في الهشيم، ثم إلحاق هزيمة ماحقة بالمذهب الزرادشتي الذي كان قد خرج من قلوب الناس ليتربع على رؤوسهم. ولا ألقت المسيحية بالزرادشتية في إحدى مواقد نارها وحولتها إلى رماد تذروه الرياح. ويكفينا لمعرفة مدى النفوذ التي اتسمت به المسيحية في ذلك الزمان الإشارة إلى أن المدائن أو العاصمة الرسمية والدينية للحاكم الساساني تحولت إلى واحدة من أكبر حواضر الترويج للمسيحية على صعيد العالم بأسره، شأنها في ذلك شأن القسطنطينية في القرون الوسطى وروما في عصرنا الحاضر. وذلك بالرغم أن الإمبراطوريتين الإيرانية الزرادشتية والرومانية المسيحة قد أضفيتا طابعا دينيا متعصبا على صراعهما السياسي العسكري، وكان اعتناق المسيحية في المدائن يعد بمثابة الانخراط في الطابور الخامس للعدو الروماني. مع ذلك كله فقد انتشرت المسيحية بشكل مذهل، ولولا سبق المسلمون إلى الهجوم على الدولة الساسانية لكان بوسع المسيحية أن تتغلغل في جهة الغرب باتجاه مركز الوجود الساساني وتقضي نهائيا عليهم. صفوة القول أن الزرادشتية وهي في عنفوان شموخها قد تعرضت إلى أقوى الضربات، تارة إلى الداخل عن طريق الهجوم المانوي والمزدكي، وأخرى من الخارج حيث داهمها البوذيين من الشرق والمسيحيين من الغرب، لتكون الضربة القاضية من نصيب الإسلام الذي كان يسبق جنوده وعساكره في التأثير على الإيرانيين. وفي عصرنا الحالي وبالتحديد في غضون القرنين الأخيرين شهدنا مثال تطبيقي آخر لمبدأ تحول الحركة إلى نظام. ففي القرن التاسع عشر ظهرت الماركسية والمادية الديالكتيكية كمذهب حركي أوجد فكرا نهضويا أسفر عن حصول ثورات وانقلابات تجديدية في مناطق متعددة من العالم شرقا وغربا. انظروا إلى سنين ما بين 1860 و 1870 ميلادية في عهد سان سايمون وبرودوان وماركس وإنجلز. سترون أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت مسرحا لاضطرابات عنيفة وواسعة قامت بها الحركات العالمية، وقد استمرت هذه الاضطرابات طوال النصف قرن من القرن التاسع عشر، ولقيت رواجا واسعا وأوجدت لها أنصارا جددا في العالمين الشرقي أو الغربي على حد السواء.
واجتذبت إليها أجيال الشباب والطبقات المثقفة والمحرومة بشدة، إلى أن جاء القرن العشرين وتبدلت هذه الحركات التحررية إلى أنظمة حكم من خلال ثورات كبرى حصلت في الفترة الواقعة ما بين الحربين الكونيتين. وفي 15 سنة الأخيرة رأينا كيف أن هذه النهضة والحركة أخذت تتحول تدريجيا إلى نظام وسلطة حاكمة، وهي الآن أقوى من أي وقت مضت، حيث تتمتع بقدرات تنفيذية واسعة وإمكانيات هائلة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتقنية والثقافية، ولكنها في الوقت ذاته أضعف من أي وقت مضى على صعيد قدرتها على بث روح جديدة في هيكلها المترامي الأطراف. وذلك أنها تبدلت إلى مذهب رسمي يسعى دائما إلى الدفاع عن الوضع القائم وتبرير ممارسات السلطة الحاكمة باسمه، بل هو يقف سدا مانعا بوجه الحركات التحررية والتيارات الوطنية والثورية المناهضة للاستعمار. ومن هنا نرى اليوم أن دولا عديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية كالجزائر ومصر والكونغو وليبيا وكوبا والبرازيل نحت منحا آخر، وتجاوزت في حركاتها الوطنية التقدمية الفكر الماركسي، كونه لم يعد قادرا على تلبية تطلعاتها نحو التجديد والتغيير. فالموجود في الدول المشار إليها سابقا هو عبارة عن حركات ونهضات، بينما المتبقي من المذهب الماركسي ليس سوى نظام حكم يهيمن على أحد قطبي العالم، وتلك لعمر علامة التوقف والجمود عن الحركة. وكان هذا هو السبب الأساس في انفصال الشيوعيين في شتى أصقاع الدنيا عن المركز الأم والمؤسسات المرتبطة به، وتحولهم إلى حركات مستقلة أو منضمة إلى جبهات وطنية داخل بلدانهم، وذلك بعد أن أدركوا حقيقة الموقف من خلال قراءتهم لواقع النهضات الثورية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي أوروبا الشرقية أيضا. أشير هنا إلى أن المقارنة التي أجريها الآن بين التشيع وبين هذه المذاهب الفكرية والدينية مأخوذ فيها البعد الاجتماعي فقط دون غيره من جوانب والأبعاد، ولا شيء لي هنا بالجهات الفلسفية والكلامية والفقهية والأصولية وغير ذلك. إذن للتشيع حقبتان تاريخيتان بينهما تمام الاختلاف. تبدأ الأولى من القرن الأول الهجري، حيث كان التشيع معبرا عن الإسلام الحركي في مقابل الإسلام الرسمي والحكومي الذي كان يتمثل بالمذهب السني. وتمتد هذه الحقبة إلى أوائل العهد الصفوي، حيث تبدأ الحقبة الثانية من التشيع، والتي تحول فيها المذهب الشيعي من تشيع حركة ونهضة إلى تشيع حكومة ونظام. الشيعة الأوائل كانوا أقلية محكومة ومضطهدة لا تقدر على ممارسة طقوسها بحرية وعلانية، ولم يكن يحق للشيعي أن يزور الإمام الحسين في كربلاء أو حتى أن يأتي باسمه على لسانه. كان دائما تحت المطاردة وملازما للتقية خوفا من خطر القتل والسجن والتعذيب. أما الآن، أي بعد قيام الصفوية، فقد تحول الوجود الشيعي إلى قوة كبرى تحكم البلاد وتقع تحت إمرتها أقوى الأجهزة الرسمية، والحاكم الذي كان يقمع الشيعة بشدة ويعتقل كل من يشك بولائه وحبه لعلي ويعذبه ويقتله، بات الآن من أكبر المدافعين عن التشيع وأكبر المتظاهرين بالولاء لأهل البيت، حتى أنه يفتخر باعتبار نفسه كلبا للحضارة الرضوية. فيا له من انتصار. الحاكم الذي كان يطارد الشيعة ويعتبرهم أعداء أعدائه طوال 1000 عام، نراه اليوم يضعن عليه على رقبته ويقصد من أصفهان إلى مشهد، حيث ضريح الإمام الرضا سيرا على الإقدام. فيا له من انتصار. الحاكم الذي كان يحول دون زيارة قبور الأئمة ويحاول مرارا تخريب تلك القبور بفتح قنوات الماء عليها، هو الآن يشيد مراقدهم بأبهى الصور: القبة من الذهب والضريح من الفضة والمأذنة من السيراميك. فيا له من انتصار. والزيارة التي كان يتلهف الشيعي إليها ويجازف بنفسه متحملا آلاف الأخطار والأضرار من قبل الحكومة لأجل أن يوصل نفسه إلى مشهد أو كربلاء، أمست الآن مظهرا رسميا تشجع عليه الدولة وتكرم فاعله، كما لو كان ذهب إلى بيت الله الحرام، وربما أفضل،
وتمنحه لقب المشهدي أو الكربلائي أسوة بمن يعود من الحج، فيا له من انتصار. أما العلماء ورجال الدين الذين كانوا على الدوام في معرض الخطر والمواجهة مع السلطات ويتعرضون لأبشع أنواع الظلم والتنكيل، هم اليوم معززون مكرمون مرفهون، يعيشون في ظروف جيدة للغاية، ويجلسون جنبا إلى جنب السلطان على فراشه الوثير، وقد يستشيرهم في كثير من الأمور المتعلقة بمستقبل البلاد، بل إن السلطان لا يرى لنفسه قدرة وسلطة إلا بمقدار ما يخوله رجال الدين بالنيابة عن الإمام صاحب الزمان، فيا له من انتصار. من هذا الموقع العلوي والحافل بالانتصارات بدأت هزيمة التشيع، ومن اللحظة التي زالت فيها جميع الموانع والعراقيل بوجه أداء طقوسه والعبادية والمذهبية، وتحول الأعداء إلى أصدقاء مؤيدين، توقف الشيعي عن الحركة ليتحول إلى وجود اجتماعي غالب وحاكم وجامد راكد. وها هنا يتجسد بوضوح قانون تبديل الحركة إلى نظام، القانون الذي بوسعه تحويل عقيدة قادرة في يوم من الأيام على تحريك أمة بكاملها وعلى شتى الأصعدة والمستويات إلى مجرد نظام ونسق اجتماعي رسمي مرتبط مع سائر الأنساق الاجتماعية كالأسرة واللغة وأنظمة الحكم والإدارة والمالية والاقتصاد، ارتباطا مصيريا بحيث لا يمكن التفكيك بينهما بأي نحو من الأنحاء. خذوا مثلا التصوف، فلقد كانت بدايته كحركة حب تحررية تدعو إلى التخلص من قيود الارتباط الظاهري بما سوى الله والتمرد على كل علاقة حب لغير الله، ولكنها بعد مدة تحولت إلى جهاز اجتماعي له تشكيلات ورسوم وأعراف وأزياء خاصة لا يجوز تجاوزها بحال، وأصبح هنا نسيج خاص من العلاقات بين الشيخ والمريد والقطب والبديل والرئيس وغير ذلك من الكنى والألقاب التي تحولت فيما بعد إلى قيود وحجب أثقلت كاهل الحركة وحولتها إلى كيان معقد يعاني من مشكلة التضخم في الحجم والتقلص في المحتوى والمضمون، كيان جامد لا روح فيه ولا حركة ولا حياة. انظروا إلى عبادة مجاهدي الإسلام، لقد كان كل واحد منهم حركة برأسها وثورة على صعيد الفكر والإيمان والروح، يتسابقون إلى ميدان الجهاد عن وعي ودراية، ولكن انظروا إليهم الآن، كل واحد منهم يحمل معه خريطة معقدة حول أحكام الشك في الصلاة وقائمة طويلة عريضة بشروط إمام الجماعة، ويقضي نصف عمره في التمرن على القراءة الصحيحة مع ضبط مخارج الحروف. بلى إن التشيع يعد واحد من أبرز مصادر قانون التبدل المذكور آنفا من حركة إلى نظام، خاصة بالنسبة لنا نحن الشيعة الذي نعرفه أكثر من غيرنا.